السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ده الدرس التاني في القناة جوه برنامج الان ديزاين. اتسألت أنا كذا مرة ازاي بعمل شغل جوه الان ديزاين، ازاي بخليه سيمبل وقوي في نفس الوقت. فالحلقة النهاردة أو الدرس النهاردة جوه البرنامج، هل هو أساسيات؟ لا، مش أساسيات. اللي عنده أساسيات بس اللي يتفرج. طب ما عندوش أساسيات ما يتفرجش على الحلقة، أو يتفرج عليها للاستفادة عشان هيكون فيها شوية أسرار أو أسرار كتيرة بصراحة. فهي مفيدة للطرفين بس أفيد أكتر للشخص اللي عنده أصلا خلفية في الإنديزاين فيطبق معايا أول بأول. أوكي. اللي ما يعرفنيش، أنا رامي قميحة، دكتور أكاديمي وأرت دايركتور از ا فريلانسر. يلا نبدأ كرييشن، نبدأ الحلقة، يلا بينا. بص كده معايا، انا عملت الكلاينت، عملت له كمباني بروفايل. كمباني بروفايل اللي ما يعرفهاش يعني هي بروفايل شركة او بروفايل لهوية مشروع. برضو اللي مش فاهم يعني البروفايل ده هو بالاخر كده، يعني مثلا احنا كديزاينر لينا بيهانس معرض اعمال، بنبعت اللينك للايه، للكلاينت، لاي شخص عايز يشوف او عايز يشوف شغلنا. نفس الكلام في الديزاين، سوري، في الكلاينتس. الكلاينتس عشان لو هي شركة كبيرة مش هتقول لي احنا عاملين كذا وكذا وكذا، لا، هتبعت للطرف التاني، سواء بالتارجت شركة او بالتارجت كلاينت، هتبعت لها بروفايل ليها في اهدافهم، نجاحاتهم، اعمالهم. بيكون حاجة كده مش كبيرة، بي دي اف مكون من اول 19 صفحات لحد 20 صفحة، 25 صفحة، يعني في الرينج ده يعني. خلاص، دي كل الفكرة في معنى البروفايل. هو هوية الشركة اللي بجيب بيها شغل. أنا شركة عايز أجيب شغل ليا، يبقى حتى ممكن كمان أضيف روابط أعمالي اسمها هايبر لينك، أضيفها جوه الإنديزاين. فموضوعنا النهاردة عن أسرار إزاي أنا عملت، بصوا كده معايا، البروفايل ده إزاي عملته. ده موضوع حلقة النهاردة أو درس النهاردة. بصوا كده معايا، قلبوا معايا كده بسرعة. هنقلب مع بعض على السريع البروفايل اللي انا عملته، واقول لكم عملته ازاي بمدرستي، مدرسة سمبلست البساطة. هي مش انا اللي مخترعها يعني، بس دي مدرستي في الديزاين يعني. ده مثلا الصفحة الأولى، ده الكفر بتاعه. الصفحة التانية أنا مرتبهم يعني عشان لو حطهم في بيهانس أحطهم بطريقة شيك شوية. وده برضو حاجة مهمة، الديزاينر يحط شغل في بيهانس بطريقة شيك، طريقة اتراكتيف، مثيرة. الصفحة الأولى، وفي كمان لو قلبنا الصفحات، ثانية واحدة بس، شغال بالقلم فالقلم شوية ايه بيتعبني ساعات يعني بصراحة، يعني مكدبش عليكم. طيب بلاش كده، خلينا نقلب عادي جدا بالماوس يعني. الصفحة التانية، الصفحة التالتة، بس كده أكبر شوية. الصفحة الرابعة، طبعا هي الصفحة وش يعني، وش وظهر يعني، أنا بجمع، بدل ما أقول الصفحة اليمين والشمال بقول كلها كأنها صفحة، كأنها، بس هي صفحة يمين صفحة شمال. يعني مثلا لو دي الصفحة الكفر يبقى دي واحد، يبقى دي اتنين، يبقى دي التانية اللي المتنية تلاتة، يبقى دي أربعة يعني. بس بختصر الوقت عشان ما يكونش فيديو طويل يعني. دي صفحات الان ديزاين. الكلاينت كان عايزه انجلش، بعد كده عجبه فخلى عايز، فخلاه عربي يعني، قال لي عايز اعمل نسخة تانية عربي. العربي هو الانجليش، فانا مش ما نشرتش على البيهانس غير الانجليش، ما نشرتش غير الانجليش عشان هو بس معكوس بس يعني. هعرفكم ازاي تعكسوا شغلكم في الان ديزاين بصراحة. ده سر حلقة النهاردة او سر حلقة النهاردة. بصوا كده، طريقة شيك وبسيطة ومن غير أي تفاصيل كتيرة. الكلاينت على فكرة، الكلاينتس، أنا بقول كلاينتس بالإس، بيحبوا الحاجات السيمبل. الكلاينتس اللي بيتارجتوا
ديزاينر كويسين شطار بيدوروا على ايه؟ على القوة في البساطة. القوة في البساطة. بص حتى لما دخلت صور، كلاينت كان جايب لي صور كتيرة لكل ايفنت من الايفنتس اللي قدامكم دي، فانا اخترت اجذب او احسن صورة جذابة حطيتها سواء هنا. وطبعا عملت على الفوتوشوب ريتاتش على الصور، مش هي كده وخلاص. ماشي يا جماعة، فهو بص الستايل ماشي ازاي اهو، في باركود لكل بروجكت من بروجكتس كلاينت. طبعا لو الكلاينت في المستقبل يعني محبش ان هو شغل تعمل له شير وكده، مع انه هو ما اكدش ده عليا في المشروع بتاعنا، لو في المستقبل محبش ممكن الفيديو ده في المستقبل ما يكونش موجود، الله اعلم. على حسب، انا بقول لكم اللي في بالي يعني. كلاينت مش متفقين خالص ان هو الشغل فيه حقوق ملكيه، ان انا ما اعرفش اتكلم عنه او انشره، ما اتفقناش على كده. بس لو عمل معايا اتفاق قريبا واتفقنا على حاجه زي كده، في المستقبل القريب او البعيد هتلاقوا الفيديو ده مش موجود. بس اللي عامه هنزل بعديه فيديو احتياطي تدريب لمشروع وهمي او حتى مش مشروع كلاينت، خلاص مش مشكله ما تقلقوش يعني. طيب اهو دي كل صفحات المشروع. انا طبعا عملت كفر ليه. الكفر ده عشان احطه في بيهانس استخدمت كام برنامج: فوتوشوب ديزاين، الستريتور، فوتوشوب الستريتور ان ديزاين. ماشي يا جماعه، ده اختصار الموضوع كله. فعايزين مع بعض نبحر في المركب كده، نركب المركب مع بعض ونبحر في الديزاين ده ازاي عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بستخدم طريقه في الان ديزاين بحبها جدا، طريقه الكولم، الهوامش. يعني بس لو عملت حرف الدبليو على الان ديزاين كده، مرة بيظهر هوامش، مرة تانية بيخفيها. شغلي كله أنا شغال بيها بالهوامش دي، عمال أفتح عمال أطفي، كل ثانيتين تلاتة شغال كده. هتلاقوا إن كل حتة في مكانها. يعني مثلا اللوجو، بصوا سوري عشان شغال بالقلم، القلم ده بحبه قوي بس ساعات بيهيس يعني. بصوا كده اللوجو مكانه فين اهو، اللوجو مكانه في الكورنر. انا في الاول بعمل ايه في الصفحه؟ بجرب كذا اوبشن، بجرب اخلي اللوجو يمين، اخليه شمال، اخليه تحت، اخليه فوق، لحد ما ارسى على حاجه. طب هو انجليزي يبقى على الشمال، انسب حاجه على الشمال. بس لو عايزين تخلوه على اليمين، هو مش قرآن يعني مش قرآن يا جماعه، ممكن تخليه على اليمين عادي، ايه المشكله يعني؟ خلاص اتفقنا. طيب البروفايل اسمه كومباني بروفايل. بص انا عامل لها محاذاه على الجنب ده، وحاطط اللوجو صغير هنا وتحتيه ايه؟ سلوجان الشركة، strategic company for، ماشي ده سلوجان الشركة يعني، براند نفسه. خلاص، فدي الفكرة العامة بتاعت الايه، بتاعت الكفر. طب انا ازاي عملته؟ تعالوا كده نفتح صفحة جديدة واقول لكم السر ده متطبق في كل البروفايل اللي هو هقوله دلوقتي. اول سر في الحلقة، هعمل دوكيمنت. طبعا انا عاملها اولد سكول شوية، نظام قديم، عشان بحب النسخة دي بصراحة. في الانتزاين نسخة هي قديمة شوية بس انا بحبها، انا عتيق شويه بس بحب حاجات معينه مش كل النسخ يعني. طيب اخلي الصفحه مثلا صفحتين تجربه او اخليها 4، خليه اورينتيشن خليه بالعرض، البندنج عشان هو انجليزي خليه من ليفت رايت مش شمال ليمين. بس كده، واعمل ايه؟ اوكي اهو صفحه جديده. احنا بس ثانيه واحده، ده كده كفر. طب احنا المفروض قبل ما نكريت عايزين نظبط الكولم بتاعتنا، فعشان ما لخبطكوش هكريت صفحه جديده، نيو دوكيمنت، ونظبط الكولم. اهم حاجه الكولم خليها برضو 4 صفحات، خليها بالعرض. الكولم ده مهم قوي، ده كان سر الشغل بتاعي في البروفايل ده، الكولم. بص كده الكولم مكتوب فيه 1، خلوه مثلا 2، ونعمل كده بريفيو. خلوه 3، نعمل بريفيو. انا كنت هعمل كده، خليه 3 سكاشن. الجتر ده مش مهم قوي، لا هو مهم، بس قصدي يعني الرقم بتاعه 4 ملي ده مناسب قصدي يعني، كويس جدا. مثلا خليه مثلا 4 ملي، خلاص، و3 كولم، و4 صفحات، وبالعرض. وطبعا انجليزي، طبعا انجليزي بروفايل خليه بلين، البيندنج بتاعه اتجاه الملف من الشمال لليمين. خلاص وكده كريت ملف على كده مؤقت سريع يعني نشتغل بيه. اهو كريت لي بص كام صفحه، 1 2 3 4. خلاص دي مثلا نسميها دي الغلاف. انا دلوقتي هعمل ايه قدامكم؟ همسك قلم كده
وشخبط شخبطه اديكوا الفكره العامه ماشي ازاي. بصوا، في الديزاين كتل واحجام ونسب. هي دي مش محاضره النسب والكتل، بس هقول لكم حاجه باللوجيك ممكن تعملوها، هتلاقي الموضوع سهل مش صعب. انا مثلا عايز ادخل صوره في الكفر، في البروفايل من جوه، ايا كان. هعمل ايه؟ في غيري بيعمل ايه؟ بيدور كده فايل، يعني غيري بيعمل كده بليس ويدور على الصورة اهي، عامل لها مثلا دي كده اوبن. خلاص، ممكن غيري يعمل كده، احطها في المكان ده كده. خلاص، امسك السهم بتاع التحريك اسود، حركها هنا مرة، حركها هنا، واعمل دبليو كده يخفي مرة، يخليها هنا، دبليو يخفي مرة، يخليها هنا. طب مش عجباني، هو يقعد بقى يجرب. احنا هنعمل كده بس مش بالطريقة دي. الطريقة دي انا مسميها طريقة انها المنتج النهائي. بص، قوة اي ديزاين في اللي اوت بتاعه. اللي اوت يعني شكله. يعني انا بعمل ايه دايما كرامي؟ بكريت ريكتانجل مثلا زي كده لحد مثلا نص الصفحه. طبعا انا عندي في البرنامج في حاجه اسمها سمارت جايدز، يعني كل ما اتحرك كده لحد النص بيديني كده خط بنفسجي زي ما انتم شايفين، يقول لي انت في النص، انت في النص كده مثلا. ثانيه واحده، وراح فين؟ قريت عليه ولا ايه؟ راح فين اهو كده. بس شغال بالقلم، شكلي هسيب القلم واكمل بالماوس، مش عارف ليه شكلي هعمل كده. هسيب القلم. القلم في الحاجات الحساسه قوي دي. ممكن في الرسم يكون عبقري، في السكتشات كل حاجه، بس في الحاجات دي لا، امسك الايه، ماوس الجميله اللي انتوا عارفينها طبعا، واشتغل بيها احسن. اوكي، بس ركزوا معايا. امسك كده ريكتانجل اهو. بص اهو، ده كده لحد النص. انا كده قسمت الصفحه نصين، ده نص وده نص، نصين اهو. اتفقنا؟ هجرب الونها بلون بلاك. البلاك هو سيد الالوان اصلا. بص كده دبليو، انا كده القسم ده هتخيل جواه صوره، هتخيل جواه صوره تاخد الحجم كله. والقسم اللي تحت ده اسيبه، خلي بالكم القسم الكبير اللي تحت ده هو حلاوته في الفضيان ده. محدش بقى ايه يقول طب ما نملاه حاجات، لا ما تملاهوش حاجات، خليه فاضي شويه، خليه هادي شويه. ما انت نص الصفحه كلها صوره، فاهم؟ قلل عناصر شويه، مش تخليها مش موجوده، قللها. طول ما هو بروفايل، هو اصلا كام صفحه، انت قلل عناصرك شويه عشان ما تكونش كتيره. خلاص، يعني مثلا ممكن ادخل هنا ايه من صور المشروع، برضه هفتح لكم صور سريعه كده اهي، زي مثلا مشروع بسرعه جدا اهو، نفتح كده مثلا اهو بسرعه. عايز صور اهي، يعني صور تدريب سريع اهو ليكوا، بدربكم كذا اوبشن، هعرفكم كذا كذا طريقه، وتشتغلوا براحتكم بعد كده ان شاء الله. مثلا اهو، مثلا دي صور اهي، دي صور. خلاص، مثلا الصوره دي عجباني او الصوره دي عجباني، دراج ودروب. طبعا انا محدد الشكل، محدد مستطيل، ارميها جواه بس شكرا. هي كده ما بقتش ايه، ما بقتش بحجم المستطيل. الموضوع سهل في ان ديزاين قوي. بعلم على الدايره اللي ظهرت دي، بعلم على الدايره، فكده مسك الصوره او مسك الصوره اللي جوه الشكل. لما يمسك الصوره اللي جوه الشكل هعمل كليك يمين على الصوره، واختار فيتنج، واختار في الفريم اول اختيار ده. بص عمل ايه، دبليو كده ونشوف. كده بقى نص الصفحه. بص عامل ازاي زي كده اهو. بص كده. طب هقول ده، هل ده معيار ثابت يكون الديزاين نص الصفحه؟ لا مش ثابت، مش شرط يكون في النص. يعني مثلا مثال تاني، ديليت، هقف جوه كده لحد ما تطلع الدايره تاني، واعمل ديليت بالكيبورد. كده رجعت زي ما كنت. خليه مثلا اكبر شويه كده اهو. كده خد تقول التلتين بتاع الديزاين. تلتين الديزاين الصوره. يبقى طول ما هي تلتين الديزاين الصوره، يبقى اكيد الكلام قليل بالمنطق. صح؟ ما هو طول ما تلتين الديزاين صوره، يبقى اكيد ما عنديش محتوى كتابي كتير، محتوى كتابي كتير. خلاص، نفس الصوره هي دراج ودروب كده في نفس المكان اهو، نفس الفكره بتاعت الايه اهو. طب عندي كلام عشان نختصر الوقت، يعني هاخد اللوجو ده كنترول سي في الصفحه الثانيه، كنترول في. طب انا مش شايف الهوامش، الهوامش مهمه، الهوامش مهمه. اعمل دبليو تاني واخلي ده على الكورنر. طب الصفحه بتتحرك معايا يا رامي وانا بشتغل، الموضوع صعب رخم. عادي، علمه على الصوره واضغطوا باختصار بالكيبورد كنترول ال. كنترول ال هيعمل لكم
قفل مؤقت او قفل لللاير. بص كده مبقاش شغاله خلاص. ممكن اخش على الطبقات تاني كده وافتح القفل من هنا عادي خلاص اهو، او اقفلها بايديا، اقف على الطبقه اهو اعمل كده قفل. نفس الموضوع هو اهو كده. عندي الايه، عندي اللوجو اهو خلاص. طبعا طبقات الان ديزاين زي الفوتوشوب والاستريتور، بس في ميزه قويه جدا يا جماعه في الان ديزاين. الان ديزاين كل مجموعه، يعني كل صفحه ليها طبقاتها. يعني مش مسيح مسيح قسم لاير لمثلا 100 صفحه، مخلي كل صفحه بلياراتها. موضوع هادي وبسيط مش معقد يعني خلاص. فخلي مثلا اللوجو ده خليه هنا كده. انا لو خليته على الطرف وحش، لا جميل اهو بص تحفه. طب انا عشان كرامي، عشان خبره او مش خبره، بتفرج كتير قوي. وده برضو السر التاني الحلقه. تغذيه بصريه مستمره. التغذيه البصريه المستمره هي اساس نجاح الديزاينر وسرعه شغله وسرعه تطوره. بتتفرج كتير انت كسبان. بتتفرج كتير انت كسبان او انت كسبانه. الفرجه كتير خلاص دي حاجه مهمه في نفس المشروع. مثلا بروفايل، اتفرج على بروفايلز كتيره. طبعا يفضل يكون اجنبيه مش عربيه يفضل. طيب دبليو تاني هي على الطرف حلوه، بس انا كنت منزلها تحت شويه كده اهو أهو. كده نص المهمه كملت اهي. ايه تاني؟ كنت كاتب كامبان بروفايل اهي، اخدها كلها جروب كنترول سي، هنا كنترول في، احطها كلها مثلا براحتكم هنا. طب كده حلوه كده جميله. دبليو تاني. طب كده تحت شويه برضو جميله. طول ما انت كل حاجه بهوامش وقياسات وابعاد وتقسيمات، هتلاقي موضوع سو إليجانت رائع جدا. بص كده عامل ازاي يا جماعه اهو. طب كده خلصنا اول صفحه، كفر خلص اهو. بص مثلا اللي حطيت اللوجو تاني والسلوجان، كنترول سي هنا كنترول في، هتلاقي طبعا مش شايف الجايد، قلنا اي دبليو كده مثلا في المكان ده اهو. حاجه كده سو إليجانت، حاجه وسهله ما خدتش مني وقت. بس هل هي بتتنفس بسهوله بس وخلاص؟ لا، في عقبه صغيره. انا عشان انفذها بسهوله عملت تجارب كتيره، عشان برضو ما حدش ايه يعمل لكم ايه بالبحر طحينه زي ما بقول. عشان اعمل حاجه زي كده بالسهوله دي انا جربت كذا تجربه. جربت مثلا اخلي مثلا اهو، جربت اخلي كل حاجه في مثلا وليكن يعني، جربنا نخليها اهو كده. الاول افتح الطبقات، افتح القفل. جربنا نخلي الاول حاجه الكفر نخليها مثلا ياخد كل الصفحه ها، ونمسك العدسه اللي في النص دي وكليك يمين فيتنج اول اختيار. جربنا كده دبل. هل دي وحشه؟ لا، بس مش ستايلي. ما كل واحد ليه ذوق، كل كلاينت ليه ذوق برضه. ده مش ذوق الكلاينت خلاص، ده مش ذوق الكلاينت. فما عجبتنيش، عملت تجارب تانية. طب خلي مثلا يا رامي، خليها مثلا دبليو كده، خليها مثلا تاخد الهامش ده، الجزء ده بس ها كده ها. برضه امسك العدسه اللي جوه، كليك يمين فيتنج واختار اول اختيار. ممكن على فكره احرك، يعني مش شرط يكون هو قاموس زي ما هو عايز يعمل كده، لا ممكن احرك عادي. احرك مثلا كده شويه. انا واقف على ايه؟ على المستطيل البرتقاني. الاورنج ده معناه ان انا واقف على ايه؟ على الصوره. عملت كليك بره، وقفت على الشكل نفسه، ظهر لي مستطيل ازرق كده واقف على الشكل نفسه. لما احرك بحرك الشكل. لو واقف على العدسه وظهر لي بقول تاني مستطيل اورنج كده او شكل اورنج كده، انا واقف على الصوره اللي جوه الشكل. فلما احرك كده الدايره دي، بحرك الصوره اللي جوه الشكل مش الشكل نفسه. مثلا كده دبليو. ده ستايل حلو، ممكن برضه يخلق لنا فكر جديد. ها، الفكر الجديد في ايه بقى؟ لو ده كفر مثلا، ان مثلا يكون اللوجو والسلوجان هنا برضه ايه، بص هي تقسيمات ها. وان يكون بروفايل ما تبقاش صغيره بقى عشان مش هتبان. امسك الشيفت والكنترول مع بعض، وامسك اي زاويه واكبر شويه كده، مش باينين عشان ابيض. كليك هما جروب. طب كليك يمين ان جروب. دبل كليك على اللون الابيض. طبعا في حاجه مهمه في الانديزاين، الكتابه. دبل كليك، انا كده واقف على الكتابه. ما عملتش دبل كليك، بصوا ما عملتش دبل كليك، يعني عملت دبل كليك واقف على الكتابه. ما عملتش دبل كليك وكليك على الشكل نفسه، لونت هلون الفريم نفسه. بصوا اهو، هعمل نون، حاجه مهمه. دبل كليك مسكت اللون، خش على اللون خليك بلاك.
طب يا باشا ارجع مكانك تاني. ها. ها. البروفايل ال 25 دبل كليك، خش على اللون، ريجستريشن اسود يعني. ها. دي فكره هي تانية اهي. طب كبير قوي اوفر، طبعا كبير قوي بيكون سمج قوي، تقيل على القلب قوي، فاهمين اللي هو الشغل اللي هو يكبر اي حاجه. لا، الحاجه دي مش حلوه على فكره في الشغل، مش في كل حاجه طبعا، بس حاجات معينه يعني. بص هي كده. طب ما نخليها على الطرف برضه. ها، ما دي فكره تانية. بص ركزتوا، عملت معاكم فكره تانية بسرعه ارتجاليه، عشان كل حاجه متهندسه. ده في المكان ده، وخلي بالكم القسم ده كله مليته وركزتوا التكست. القسم ده كله بقى مليان تكست، واللي في النص فاضي سيبوه فاضي. مش جريمه يعني املى كل حاجه يعني. خلاص، بس كفايه كده. ممكن اعمل في الاخر شريطه كده ولا حاجه، خط كده صغير، او سيبوها كده. إيه المشكله؟ خلي مثلا 25 دي بولد. ها، مثلا، او بلاش بولد تقيله قوي. خلي بالكم البساطه بتيجي مع الوقت. انا بديكم براكتس تدريب، بس هي البساطه بتيجي مع الوقت. مش كل حاجه بتيجي مره واحده، بس انا بديكم اسرار تساعدكم في السرعه في الفلو بتاعكم في الديزاين. ماشي يا جماعه؟ اه. ده ينفع كفر برضه، تخيل، بدل ده. ها. هي نفس القواعد على فكره، بس ركزتوا كده. مم. اجرب بس يكون راسم جايدز، يرسمها على ورق، يرسمها على البرنامج نفسه. فهمتوا الفكره؟ نيجي بقى لسر مهم جدا برضه بيساعدني في الشغل. لما العميل يقول لك عايز بروفايل انجليزي وعربي، يفضل اخليه الفونت نفسه، اختيار الفونت، فونت يمشي عربي ويمشي انجليزي في نفس الوقت، زي الفونت اللي شغال بيه ده. دبل كليك كده، ده فونت اسمه كايرو. كايرو ده شغال في المالتي لانجوج، شغال عربي وشغال انجليزي. بس مثلا كده الكلمه هي انجليزي اهي، اسميه مثلا بروفايل اهو، بروفايل شركه. هتحسوا ان نفس الستايل بتاع الفونت راكب. بصوا كده، سوري، راكب. بص في الناحيتين، بص اهو، هنا وهنا. تحس الموضوع ممتع قوي. بصوا عامل ازاي. ده اختيار الفونت الواحد موحد للبروفايل عربي وانجليزي هيكسب ليك وقت كتير، او هيسرع من عملية التصميم اكتر. خلاص اتفقنا. الموضوع كله كتل، ارسم كتل، اهندس الامور. نيجي للسر اللي بعد السر ده، اللي بيخلي الشغل احلى. بروفايل الشركة يا جماعة مش مجرد اول صفحة جذابة. بشوف ساعات كده بروفايلز واخر صفحة جذابة واللي في النص كله دش. لا، عامله كل صفحة كأنه ديزاين مستقل بذاته. هقول تاني، عامله كل صفحة كأنها ديزاين مستقل بذاته. دي حاجة مهمة قوي، مهمة ليكم. عامله كل صفحة كأنه ديزاين مستقل بذاته. هتفرق معاكم جدا، هتخلي العميل متشوق يشوف الصفحة الأولى في التانية بصوا كده في جرافيكس. ما تملوش، بس عامله كل صفحة كأنه ديزاين. عشان كده البروفايل سعره مش قليل ولا غالي، بس سعره مناسب. فهمتوا الفكرة؟ دي فكرة دي كام حاجة قلتها النهاردة في الحلقة بتساعد في الشغل. هقول لكم كام حاجة سريعة كمان بسرعة يعني. موضوع لو عايز احول الانجليزي للعربي، عربي انجليزي. اول حاجة سريعة، ان انا ممكن، ثانية واحدة. طيب ممكن ندخل على دوكيومنت سيت اب. لما نحوله مثلا، هو دلوقتي انجليزي، عايز اخليه عربي. عندي البندنج، بس حاجة مهمة قبل ما اعمل الخطوة دي، يفضل اعمل الاول فايل سيف از، احفظه الاول مثلا على الديسكتوب كده. مثلا اسمي مثلا ده انجلش او اي ان، سيف، واعمل فايل سيف از جديده، واحده جديده، اسميه اي ار عربيك مثلا، واشتغل على العربيك دي، ما اشتغلش على الانجليش اللي فاتت. اوعوا ما تتلخبطوش. خلاص، وابدا احول في اديت، بختار، لا اسف معلش، فايل، بختار دوكيومنت سيت اب، افتحها، بلاقي اتجاه الملف هو مكتوب ليفت رايت، خليه رايت تو ليفت. وده يخلينا نتكلم في نصيحة مهمة برضو، ان احنا نشتغل في برامج بتدعم البندنج، اتجاه الملف، عربي او انجليزي. خليه عربي. بص عمل ايه، عكس الامور. فلما اعمل اوكي، خش على قسم البيج الصفحات، هلاقي بص واحد، اتنين على اليمين، تلاتة على الشمال. مع انه لو كنترول زد كان انجليزي، نرجع تاني، هتلاقي واحد، اتنين على الشمال، تلاتة على اليمين، اربعة، هكذا هكذا. يبقى اول خطوة نخليه عربي، فايل،
document setup 1 2 اهو بقت بالعربي. ده اول خطوه. تاني خطوه اعمل الحركه دي، علم على على كل حاجه. سوري طبعا حاجه مش عايزها امسحها عشان ما تلخبطش في الدنيا. مثلا اعلم على كل حاجه كده، اعمل لها جروب كنترول جي الصفحه كلها. حلو. مثلا لو هو هيبقى عربي، مثلا دي الصفحه الاولى بقت عربي، هعكسها بس. فكليك يمين انا هعمل بسرعه ترانسفورم، وهعمل حاجه اسمها فليب هوريزونتال افقي، هيقلبه لكم عربي. سوري هيقلبه لكم معكوس، يعني كانه عربي بالظبط زي ما قلت. بس هتلاقوا مشكله صغيره حصلت. بصوا كده، لو هو حد مش مفعل الخاصيه دي في لما يمسك كل حاجه ويمسك السهم الاسود بتاع التحريك السلكشن، هو ماسك كل حاجه عمل لها جروب خلاص، وهو مش عامل الخاصيه اللي فوق الصغيره دي اللي هي في النص دي، عنده على الشمال او عنده على اليمين مثلا المربع الجميل ده الابيض ده، ده خطير جدا. ده بصوا، لو هو عندكم على الشمال او على اليمين هيعمل ايه؟ لو عمل كليك يمين الشخص يعني وعمل ترانسفورم وعمل فليب، بصوا هو هيعكس. بس ركن. ما هو انت عامل ايه؟ اتجاه البندنج على اليمين او على الشمال، رماه على الطرف كده، فهضطر احركها تاني بايديا وارجعها في مكان انا مش فاكره اصلا المكان ده. فلو هعمل كده في 10 صفحات هتشل. لا، في طريقه سهله جدا ان انا اعلم على كل حاجه كده، وبرضه هعمل جروب زي ما احنا عملنا كنترول جي، والبندنج سوري البريفرنس او ريفرنس بوينت دي بخليها ان سنتر. فبالتالي لما اعكس، بص هيبقى مثلا ايدي كده اهي، بصوا ايدي تبقى كده بالظبط في نفس المكان، هو في نفس المكان مرايه. فلما اعمل ترانسفورم واعمل فليب هوريزونتال بس عكسها مرايه خلاص بس. واقعد بقى انجروب واظبط حاجه حاجه، وبرضه اعمل لكل حاجه ايه؟ بريفرنس او ريفرنس بوينت، وبرضه اعمل لها ترانسفورم برضه فليب. واقعد اظبط كل حاجه براحتي بقى. ما لازم اتعب يا جماعه، في حاجات فيها تعب برضه. الله، انا احاول البروفايل كامل عربي واخد فلوسه بالعربي، هعملها بالاي اي مثلا؟ لا طبعا. كل حاجه فيها تعب، التعب ده اساس شغلك. الواحد ما بيتعبش في شغل حتى تعب بسيط يبقى فلوسك، اسف في الكلمه، مش حلال. اتعب شويه في شغلك، ايه المشكله؟ اتعب شويه. التعب البسيط ده على الاقل انت بتشتغل ديزاين اللي هو اصلا شغل ممتع، اصلا ممتع ما فيش مجهود. لا انا كده ممكن نستحرم فلوسه بصراحه، ما اكدبش عليك، ده رايي الشخصي يعني كرامي. طيب ما علينا. فاحنا كده عرفنا الفكره العامه في الديزاين ده، اديتكم مثال لصفحه واحده بس الموضوع يطبق على كل، بصوا، على كل الصفحات. هي نفس القاعده، هي في اول صفحه. ماشي، اتفقنا. اتمنى الفيديو ما يكونش طويل، يكون مفيد واستفدتوا بيه. وزي ما بقول في كل فيديو، لو محتوى كويس ومفيد ليكم ساعدوا الموضوع ينتشر. ساعدوا الموضوع، بقول كذا مرة، ينتشر. الموضوع عليكم انتوا. يعني ايه عليكم انتوا؟ يعني انا نزلت فيديو وتعبت في المونتاج وسهرت وعملت بالساعات بنعمل المونتاج وبنرفع، انا كده برفع وبقفل القناة وبسيبها. الباقي عليكم انتوا. محتوى عجبكم، الكومنت بيزيد اقتراح الفيديو لناس تانية، اللايك بيزيد اقتراح الفيديو، وهكذا. الشير، ليه الشير مهم؟ عشان انشر علم. يعني كده بص، انا العلم اللي انا نشرته من عليا نشرته كده، العبء بتاعه جه عليك انت كمشاهد او كمتعلم او كطالب. فانت انشر اللي بتتعلمه، فيد كل الناس بيه. والله فكرة ان واحد يقول لك انا لا، انا اكتم العلم النفسي واستفاد بيه لوحدي، لا مش صح. والله ما صح، والله ما صح يا جماعة. كلنا هنروح في يوم من الأيام ده، ربنا هيسألنا في كل حاجة عملناها في حياتنا، هنسأل كلنا. عشان انت ايه؟ هي العلم ده زي الزكاة، انا زكيت، انا دفعت الزكاة. الدور بقى عليكم، انشروا الفيديو على قد ما تقدروا كله يستفاد. ايه المشكلة لو كله بقى كويس؟ لازم ابقى انا اللي كويس بس وغيري لا؟ لا طبعا. ماشي يا جماعة، ربنا يوفقكم. احنا داخلين على رمضان اهو، كل عام وانتم بخير. هتلاقوا فيديوهات ان شاء الله مستمرة الفترة الجاية، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا جميعا. تابعوني على السوشيال ميديا باسم رامي قميحة، على التيك توك، على الفيسبوك. خلاص ماشي، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.